السلام عليكم بنات، شلونكم؟ رمضان كريم عليكم إن شاء الله. هنا عندنا ربع كوب زيت، 4 ملاعق زيت يعني نخلي، ونضيف فوقه كوب مي حار، ونضيف فوقه ملعقة ملح مال جاي هاي الصغيرونة وشويونة ملح، نخلطهم شوي نخليهم يغلون. هنا غلوا عندي، جبت كوب وربع طحين صفر أديره فوقاهم وأحرك وأنص النار، يعني قبل ما أخليه يطحين أنص النار وأحرك بيه أظل بدون توقف. يعني حاولوا أسرع من هيك تحركون. كلش حلوة هاي الطريقة وناجحة. وإذا تكثرون الكمية يعني كل كوب مي كوب وربع طحين، وانتوا ضاعفوا الزيت وضاعفوا الملح إذا ردتوا تسوون كمية أكبر. فكل كوب ماء كوب وربع طحين. كلش حلوة وسهلة وما أخذت أي وقت من يمي. هنا خلصت. طبعا أنا حبيت أعجنها بيدي، أنا أحب يعني كل شي أعجنه بيدي، وهي وحارة ما ننتظرها تبرد. عجنتها كل شي تماسك ويا بعض. شوفوا شلون طرية وحلوة. طبعا هنا حارة انشويت بس عادي نكمل. شوفوا شلون صارت كلش حلوة وطرية وبسرعة تنمد وكل شي بيها جميل وما تاخذ وقت. شوفوها تخبل، نتركها شوية ترتاح. شوف شلون صارت. خليت جبن وكرفس، أي نوع جبن تحبون خلوا، جبن مثلثات، جبن كيري، جبن هذا القوطية شيدر. أنا هنا خليت جبن موزاريلا اللي هو متوفر عندي بالبيت وكرفس. تريدون تحشوها لحم أو يعني حشوة ويا كبة أو شي هم كلش طبيعي. شوفوا شلون عجينة حلوة. خليتها بالقالب كلش شكلها حلو وسويتها وسطية. طبعا هنا راح اسوي لكم بدون قالب، خاف احد ما متوفر عنده القالب يقدر يسويها على الطريقة. هم كلش سهلة بالطريقة اليدوية اللي هي بدون قالب، بس اني على الاسرع سويت بالقالب. تجيبون كوب تقصون الزايد توخروه، تريدون تكبروها على حد كوب اكبر براحتكم. هم نفس الشي نخلي حشوة ونطويها نسدها من كل الجهات. طبعا العجينة هاي مستحيل تنفتح لان كلش حلوة وتتماسك ويا بعض، وحتى نزين شكلها بهيجي طريقة بالشطل او الشوكة، انتو شو تسموه؟ احنا نسميه شطل. هنا طلعت شويونة ما اعرف ليش، يمكن خليت حشوة زايدة، انتو عادي خلوا اقل اذا تحبون بس هم ما عليها شي. هنا رجعت اكمل بالقالب، سويت لكم بس وحدة يعني حتى تعرفون الطريقة اللي بدون قالب.
كلش طيبة وتنفع سحور عادي، تنفع فطور مثلا ويا كبة أو كباب أو شوف انتو شو تحبون. اكو اشخاص حتى ياكلوها مثل يعني هيج ورا الفطور يشتهوها او شي، هم طيبة تقرمش وكلش رائعة. قلت الف وياكم على الواهس. عجينتها ابد ما يبست او شي، بس انتو للاحسن من يعني تخلوها بالفريزر غطوها كيس طعام او شي. طبعا هذا الزايد ارجع اسوي كرة وارجع اسويه. وهاي النهاية شوفوا كلش حلوة وخفيفة وترفة وروعة. وهنا نسوي الكبة، راسين بصل وسط نثرمهم بيدنا ناعم، لان اذا نثرمه بالماكينة راح يطلع وياه مي ومو حلو المي ويا الكوباية يصير ببطن الكوباية من تتقلى او شي، فثرموا بيدكم افضل. نثرمه ناعم حتى من ناكل الكوباية ما نحس بطعمه هواي. ونخلي زيت شويونة، لانه اذا خلينا هواي بالحشوة من راح نقليها وناكلها راح يطلع زيت كلش هواي، فنحاول نقلل من الزيت. اصلا بعدين راح تشوفون شلون نقلل من الزيت. ننتظر شوية لحمة ونجيب البصل اللي فرمناه الراسين هم نحمسهم. طبعا مو كلش نسويهم ذهبي، مجرد هيك شوية فتلة عزينة، بس مو لك عن حرقة. قلبته حتى كله يعني يحمس بمستوى واحد، شوية يتفكك من أقلبه. وبهذا الشكل صار يميل شوي ولا للذهبي. ونجيب اللحم نديره. هنا أنا عندي أقل من نص كيلو بشويونة، لأنه شلت من يمه شوية من نص كيلو، شلت شويونة أخذت على صفحة، فشوية أقل من نص كيلو. وهنا نعوفه لأنه بدأ يفرز المي مالته والأشياء. أساسا قبل أني نقعته تقريبا ربع ساعة. كل ما تنقعين اللحم يذب الزفر مالته، مستحيل بالمي مالته يطلع زفر أو شي، حتى إذا كان لحم مجمد أو شي. وهنا نشف المي، حمس عندي اللحم، قلبته. طبعا النار وسط، بس من تحسون كلش نشف المي لا نصوا النار أحسن أفضل.
وهنا رشيت كاري وبهارات كبة شوية وشوية فلفل أسود. وتحبون تكثرون الفلفل الأسود براحتكم، أو إذا تحبون تضيفون كشمش هم براحتكم، أما أني بالنسبة لي فما أحب الكشمش. وهنا نقلبه زين حتى الكل يصير بيه بهارات. طبعا ريحة البهارات واللحم موضوع ثاني، والملح آخر شي ما تنسوه قبل ما نطفيه بشوية الملح. ضفت كرفس ينطي نكهة كلش طيبة، أتمنى تضيفون كرفس أو معدنوس. كنت أتمنى أضيف أكثر بس ما كان متوفر عندي أكثر. وهنا خلصته. طبعا الكرفس ما يصير نذبه بالبداية لأنه مو حلو يحمس هواي، يذب بمرورته، فيعني قريب ما نريد نطفيه نخلي الكرفس حال الملح. وهنا بهاي الفقرة نحاول نصعد الحشوة بنهاية الطاوة كلها نحصرها، ونتج الطاوة فد بمكان، بس كون أمين مو تنقلب الطاوة ويروح تعبكم على الفاضي. حتى الزيت كل الزيت ينزل. هسه مو تلاحظون ماكو زيت، بس بعد من راح اتشيها وارجع لكم شوفوا الزيت اللي راح يطلع من الحشوة. وهاي الخطوة جدا مهمة بالنسبة للكبة، لان الكبة من داخلها زيت. لاحظوا قد نزل زيت كله، يعني فرغته. لاحظوا شلون ما بيها زيت هواي صار هيج اسم، يمكن بس اللي مال اللحم ظلت. الكبة من داخلها زيت أبد مو طيب تصير الكوباية. وهنا عندنا 4 أكواب تمن أنا أخذت، وعندي مقياس التمن إذا تردون بالقناة مالتي موجود. إذا بس هنا الكوبا يختلف، إذا 4 أكواب تمن ف5 أكواب مي. لأنه لازم يزيد المي عن التمن حتى شوية يعجن ويانا التمن، حتى ما يشلع قلبنا أو يصير قوي أو الكوبا تيبس من نقليها، تصير هشة لينة بدون أي زيت ولا أي شي، فقط مي. هنا ضفت كركم، خاشوقة مال شاي، و4 ملح. ايش قد تخلين ملح؟ 5 العفو ايش قد تخلين تمن؟ 5 كوابة خلي 5 خواشيق ملح. شوية صبغ اللوزينة حتى يتحلى اللون عندنا، اسم صبغ اللوزينة. مثل ما قلت لك ايش قد تخلين تمن؟ 4 كواب، 5 كواب، 10 كواب. الملح نفس الشي بالخاشوقة الصغيرة نفس القياس، وتضيفين كوب. يعني اذا 10 كواب تمن تضيفين 11 كوب مي هيج، و10 خواشيق ملح. تمام. اما الكركم عندش ميزانك. وهنا استوى وهدرته تقريبا ربع ساعة على نار ناصية. واني كنت عجنه بيدي، ولازم ضروري ينعجن هو وحار. اذا برد بعد ها هي ايسي من عنده. فماما قالت لي خلطيه، قلت لها ماما اني ما عندي عجانة، فقالت لا بهاي مثرامة اللحم يصير. قلت لها معقولة؟ والله وجربته طلع كلش واو. وانصحكم انتو هم تجربون بالمثرامة مال اللحم اللي هاي قدامكم هسه، تثرمون التمن مال كبة جدا واو. يعني صدق ارتاحيت من عرفت هذا الموضوع. ما نخليها مشتغلة زيادة عن اللزوم، لأنه إذا زيادة عن اللزوم كلش راح تصير لينة وتشلع قلبك باللف. لا،
يعني هيك شي. تنفع سحور، تنفع فطور، وبالايام العادية حتى ريوق تنفع. تحبوها بالريوق سولفولي. وهنا شوفوها شلون صارت تتخبل، مجرد اماسكها مع بعض. اهم شغلة الشعر مشيول، الاظافر مو طويلة، لا مرطب ولا اي كريم بيدك، لأن الكبة تحب يعني الاعتناء. وهنا قلت مو مال أوقف وكاونتر، خل أقعد، فأجيت قعدت. وهم قلت خل أصور لكم اللف. طبعا كل واحد وطريقة لفه، بس حبيت أشوفكم اللف، خاف تحبون. شوفوا العجينة هي أصلا هي تبني نفسها، ولا تتفكك ولا تنفتح، ومن تقليها حلوة وأبد ما تيبس أو شي، وتطلع مقرمشة طيبة. إن شاء الله استفاديتوا من الفيديو. لا تنسوني بتعليق جميل يشجعني، وإن شاء الله محضرت لكم هواي أشياء وحلويات وأكلات. أحبجن متابعاتي الجميلات. وبهاي الطريقة شوفوا ما تشلع أي شي. هنا قطعت التصوير لين قمت الابني قام يبكي، بس ديك الكوباية مبينة. طبعا اللي عندها جهال الله يساعدها، واللي ما متزوجة أو ما عندها جهال لا تقولين ما علي يمي تطبخ، لا قومي وجربي تعلمي. طبعا حسيت هاي الطريقة أسهل طريقة وتنفعني. هنا كملت لكم الكوباية. أهم شي ترصيها زين. شو تسموه انتو ترصيها؟ واحنا ونرص بيها نعدل بيها حتى حلوة تطلع دويرة. بس لاحظوا لي انه ولا المنايا لي فوق ولا اي شي، وكل شي مرتب وحلو. وهاي الكوباية وياكم. هاي اذا عندكم هيج تاخذون شويونة وهم ترصوها، ولا تبين ولا ابد ولا تنفتح، ومجربتها سابقا وهم زين صارت بالفيديو حتى اقول لكم على هاي المعلومة. نعدلها. قلت خل اسوي وياكم بعد وحدة. أنا ما أحبها ثخينة، أحبها خفيفة، حتى هيك تحسين تستمتعين بالطعم مالتها إذا كانت العجينة خفيفة.
وهنا خلصتها وصورت لكم اياها. طبعا ما شاء الله صارت طابقين، شوفوا. ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأتمنى حبيتوا الطريقة. أحبكم، باي باي.